رسميا المنتخب المغربي يواجه البرازيل وديا في شهر مارس. أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم إجراء منتخب الوطني الأول لمباراة ودية أمام نظيره البرازيلي في 25 من شهر مارس المقبل على أرضية ملعب الكبير ابن بطوطة في طنجة. وستقام هذه المواجهة انطلاقا من 10 مساء بتوقيت المغربي، وستكون أول ظهور لأسود الأطلس بعد إنجازهم المونديالي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. وذكرت الجامعة الملكية لكرة القدم في بلاغ لها بأنها ارتأت أن يكون أول ظهور للمنتخب المغربي بعد مشاركته المونديالية التاريخية بمنازلة المنتخب البرازيلي المصنف الأول عالميا حسب التصنيف الشهري الذي تصدره الفيفا. وهذه المباراة ستكون من العيار الثقيل، وستضيف زخم كبير وشهرة للمملكة المغربية، بحيث ستواجه أول منتخب في العالم بنجومه الكبار في ملعب ابن بطوطة الذي يتسع إلى 65 ألف متفرج. وستخوض كتيبة المدرب وليد الركراكي المباراة الثانية أمام المنتخب البيروفي يوم الثلاثاء 28 من شهر مارس المقبل كذلك، أي بعد 3 أيام، بالعاصمة الإسبانية مدريد على أرضية ملعب متروبوليتانو انطلاقا من الساعة 9:30 مساء بتوقيت المحلي. هذو هما المباريتين الوديتين الأولى العالمية من الطراز الرفيع. وكذلك المباراة الثانية التي ستقام في مدريد ستكون مباراة جيدة للكتيبة المغربية. كما قلنا المنتخب المغربي سوف يواجه البرازيل يوم 25 من شهر المقبل مارس على الساعة 10 ليلا في ملعب ابن بطوطة. وبعد 3 أيام من نفس الشهر، أي 28 في الشهر، ستجرى المباراة الثانية مع منتخب البيروفي في العاصمة الإسبانية مدريد على الساعة 9:30 مساء. هذو هما المباريات الودية في شهر مارس المقبل. شكرا لكم على طيب المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد والإعجاب بالفيديو. شكرا جزيلا لكم.